لو بتتحرك بصعوبة بسبب آلام مستمرة في مفصل الفخذ، فده الوقت المناسب لإجراء عملية تغيير مفصل الفخذ. عملية تغيير مفصل الفخذ هي عملية بيتم فيها استبدال أسطح المفصل التالفة بمفصل صناعي جديد. الهدف منه تقليل الألم وتحسين الحركة، خصوصاً لو العلاجات اللي قبل كده ما جابتش معانا نتيجة. طب إحنا إمتى بنلجأ لهذه الجراحة؟ بنلجأ للجراحة ديت في حالة من الحالات الآتية: في حالات الخشونة المتقدمة اللي بتأثر على حركة المريض، أو في حالات التآكل النكروزي برأس عظمة الفخذ، وكمان في حالات كسور عنق عظمة الفخذ في كبار السن، وكمان في حالات الالتهابات والتشوهات المتقدمة برأس عظمة الفخذ. نيجي لمرحلة مهمة وهي مرحلة التعافي ما بعد الجراحة. دي لابد فيها من المتابعة والتأهيل الحركي، ودول من أهم أسرار نجاح العملية، بحيث إن احنا نتجنب المضاعفات ما بعد الجراحة وحضرتك تقدر تستعيد حركتك بشكل طبيعي. ومع الالتزام نقدر نرجع لنشاطنا اليومي خلال 6 أسابيع. ابدأ مرحلة التعافي الصح واحجز استشارتك معانا بمستشفيات أندلسية.